السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لكم أكلة جميلة جدا وجامدة وجبارة زي ما انتم شايفين معانا كده. هنعمل لكم رز معمر وصينية فراخ بالخضار. أكلة جميلة جدا. وهنا الرز هيبقى زي ما انتم شايفين كده بالكبد والقوانص معانا، احنا سايبينها عشان تتصفى خالص من دمها واحنا غسلينها. وهنا الفراخ زي ما احنا متعودين بالمية كده والليمون والطماطم، ونقعينها بقالنا شويه وحبه خل معانا، غسلناها كويس جدا. وهنا بنقعوها بالطريقه الجميله ديت. سفرة هدى محمد دايما تقدم لكم جديد وتعرفكم الحاجات اللي ان شاء الله باذن الله تبقى الجديده وتبقى حلوه. واكيد كل الناس بيعرفوا يعملوا رز معمر ويعرفوا يعملوا الفراخ اللي بالخضار. بس ان شاء الله باذن الله معايا هوريكم اكله جميله جدا وان شاء الله تعجبكم باذن الله. احنا هنا مع بعض بوريكم كده. احنا معانا طماطم وفلفل الوان اصفر واخضر ماشي، والبصل والفلفل الاحمر. المكونات دي كده كلها هنخرطوها على بعضها مع قرن فلفل حراق يا جماعه، وده على حسب الرغبه. انتوا هنا كده اهو. واحنا معانا الفراخ دي زي ما انتوا شايفين كده بالشكل الجميل ده ماشي. احنا نقعنا زي ما احنا اتفقنا كده بالليمون والطماطم ماشي، والميه والخل، ونسيبوها مع بعضنا زي ما احنا شايفين كده اهوت ماشي. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا صينيه على النار عشان نبتدي نسوي الكبد والقوانص بتاعتنا. حطينا فيها حبه زيت ماشي، وبنحرك الزيت كده علشان الحاجات بتاعتنا ما تلزقش في الصينيه. وهنبتدي نحمر القوانص الاول قبل الكبده يا جماعه. القوانص اولا ماشي. ليه بقى القوانص اولا؟ لان القوانص دي بتبقى ناشفه شويتين مش شويه واحده، فاحنا لازم نحمرها بالطريقه دي كده ماشي. تاخد تشويحه كويسه جدا. وبعد كده ان شاء الله هنحطه الكبد معانا. الطريقه دي هتبقى جميله جدا معاكم وهتعجبكم باذن الله. بس يا حبايب قلبي ما تنسنيش في اللايك والشير، وتعملوا لي تفعلوا لي الجرس، واوعوا تنسوا تعملوا لكل اصحابكم وحبايبكم. تعملوا لي ليهم تعملوا لي انا لايك وشير ماشي، وتفعلوا الجرس لكل حبايبكم عشان خاطر تبقوا عارفين كده الحلقات اللي انا بنزلها تبقى عاجباكم وانتوا واصحابكم تشوفوها باذن الله. احنا مع بعضنا هنا بنحمر القوانص واحده واحده زي ما انتوا شايفين بالطريقه الجميله دي، وان شاء الله تبقى عاجباكم باذن الله اهي زي ما انتوا شايفين كده. ايه رايكم فيها؟ جميله باذن الله وتبقى عاجباكم. هنحط دلوقتي بقى عليها البهارات بس واحده واحده كده. احنا هنا على الكبد والقوانص مش هنحطه اكتر من فلفل اسمر وملح. ليه بقى يا جماعه؟ عشان احنا الكبد والقوانص دي بتاعت الرز بتاعنا. ادي احنا هنا حطينا الملح ماشي، وهنحطه كمان فلفل الاسمر. مش هينفع نحط اي بهارات تانية عشان الرز بتاعنا. احنا ما ينفعش نحط للرز اي بهارات تانية غير لما بنكونوا عاملينه مثلا بانواع خضار، عاملينه بحاجات تانية. بنحط له كل انواع البهارات اللي انتوا عايزينها. احنا هنا حطينا كده الملح وبنحطه في الفلفل الاسود زي ما انتوا شايفين كده معانا، وهنفضلوا نقلبوها لغايه لما تاخد تشويحه جامده جدا. الطريقه دي جميله ان شاء الله باذن الله وهتعجبكم، والله باذن الله هتبقى عاجباكم وتعجب كل حبايبكم كل اللي هيجربها. واحنا لما جربناها وعملناها الحبايب اللي احنا عندهم وبنعمل لهم الاكله الجميله دي، انتوا شايفين ان الموضوع ولا في بيتي ماشي ولا عندي. احنا كده عند ناس حبايبنا بنعمل عندهم الاكله اللي هي عجباهم، وكانوا دقوها عندي وقالوا لي اعملها لنا تاني، وانا عملتها لهم وقلت اصورها لكم. احنا هنا دي كده بقى معانا الكبد بتاعتنا. بصوا يا جماعه، اللي عايز يشتري الكبد والقوانص ماشي. انتوا اساسا مش بتاكلوها مع مسلوقه او اي حاجه. ممكن وانتوا بتجيبوا الفراخ تشيلوا الكبد والقوانص بتاعتكم كل مره لغايه لما يبقى عندكم علبه مليانه بسم الله ما شاء الله كبد وقوانص، وتعملوها بالطريقه ديت اللي يعجبكم. عايزين تشتروا كبد وقوانص، هم كده كده الكبد والقوانص مش غاليه خالص، الكيلو رخيص جدا منها. ولو انتوا مثلا بتجيبوا الفراخ ومش بتاكلوا الكبد والقوانص بتاعتها، بدل ما ترموها حرام حطوها في علبه في الفريزر. كل ما تجيبوا فرخه او اتنين او اكتر او اقل، خدوا الكبد والقوانص وحطوها في العلبه اللي انتوا حاطينها في التلاجة. هتلاقوها دايما مليانه العلبه دي معاكم.
بسم الله ما شاء الله بتتملى كتير جدا بصراحه. وتحوشي تلاقي نفسك بقى محوشه كيلو اكتر اقل. كل ما تحوشي تروحي عامله صينيه الرز اللي انا بعملها لكم ديت. ماشي. ولو حبيتوا تشتروها مثلا كبد على قوانص، الحاجه مش غاليه والله، ده هي رخيصه جدا كيلو الكبد والقوانص. وهتعملوها بنفس الطريقه الجميله دي وحلوه، وان شاء الله تبقى عاجباكم باذن الله. احنا كده خلاص خلصنا وشوحنا كده الكبد والقوانص. احنا هنا معانا بقى البهارات اللي هنحطها على الخضار بتاع. هنا معانا الفلفل اهو زي ما انتم شايفين، ودي طماطم وبصل. ماشي. والبهارات بتاعتنا اهي. بصوا، ملح، فلفل اسود، شطه، بهارات السبعه يا جماعه. بس مش هحط اكتر من كده في البهارات. ملح، فلفل اسود، شطه، بهارات سبعه. اكتر من كده انا ما بحطش. ونفضلوا نقلبوا فيها كده اهوت شويه. ماشي. وبعد كده هندعكوها بايدينا كده شويه عشان ايه تختلط كلها مع بعضها. الخلطه دي لايه؟ للفراخ اللي معانا. الفراخ اللي معانا دي ماشي، احنا مش هنسووها مش هنسلوها يعني بمعنى اصح، احنا هنعملوها ني في ني. بصوا الالوانات الجميله الجامده دي، وبصوا الشكل الجميل اللي هيعجبكم باذن الله، والطعم كمان اللي هيعجبكم. هوريكم هتتعمل ازاي، هتبقى جميله جدا وهتبقى عاجباكم ان شاء الله باذن الله. ويا رب تبقى دايما عاجباكم وتنول اعجابكم. احنا هنا اهي معانا الفراخ، كنا شطفناه كمان، نزلنا الحاجات اللي فيها وشطفناه كويس. وبعد كده اهو بصوا انا بفرك كده بقى ايه الخضار كله ببعضه زي ما انتم شايفين معايا كده بفركه. ماشي. افركه كده كله ببعضه وادعكه كويس جدا. ماشي. واخد حته حته بقى، وابتدي ايه ان انا اتبلها بيها زي ما انتم شايفين معايا كده. افضل ايه اتك كده عليها بالبهارات والخلطه اللي هي اللي معايا دي، الخضار كله. وافضل اعملها كلها بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. اهم حاجه ان انتوا تتبلوها كويس جدا. ماشي. وتعملوها كويس باذن الله هتعجبكم وتعجب كل اصحابكم وحبايبكم. احنا النهارده بنعملوا الاكله الجميله دي عشان تبقى عاجباكم وعاجبه حبايبكم كلهم. وان شاء الله باذن الله تبقى عاجبانا كلنا باذن الله وتعجب كل الناس اللي هياكلوها. احنا هنا خلاص اهو ابتدينا ان احنا نعمل الخلطه دي كده. خلاص قربنا نخلص اهو تتبيله الفراخ كلها. ماشي. كلها فاضلش غير حتتين اتنين بس هم اللي هيبقوا قدامنا هنعملوها، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. بس زي ما اتفقنا يا جماعه، ما تنسليش في اللايك والشير وتفعلوا لي الجرس. ماشي يا حبايب قلبي، عشان احبكم في الله وتحبوني في الله باذن الله ان شاء الله. انا دايما ان شاء الله هنزل لكم حاجات جديده في سفرة هدى محمد وتعجبكم. الحاجات اللي انا بعملها لكم تبقى عاجباكم وتنول اعجابكم باذن الله. وايه رايكم بقى في الصينيه الجميله الجامده اللي انا عماله اعملها لكم ديت؟ وان شاء الله عملتوها وان شاء الله تعجبكم باذن الله. يا ريت تقولوا لي ايه رايكم فيها. حلوه وجميله جدا جدا فوق ما تتخيلوا يا جماعه. احنا بنحطها بالطريقه دي، مش هنحط نقطه ميه عشان احنا مش هنسلقه. احنا هنعملوها زي ما هي كده ني في ني زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ماشي. طب ما حطيتيش زيت ليه؟ لان الفراخ لوحدها بتنزل الايدام بتاعها، وغير ما هنحط لها حته سمنه فلاحي يا جماعه، مش هنحط زيت خالص. احنا هنحط حته سمنه فلاحي على الخلطه الجميله اللي احنا عاملينها دي. احنا مش خلاص حطينا البهارات على الخضار بتاعنا كله ودعكناه كويس، وحطينا الفراخ ودعكناه بالخضار هي كمان. نحط حته سمنه فلاحي مش اكتر ولا اقل بالطريقه الجميله دي زي ما انتم شايفين كده. بصوا شايفين حته السمنه الفلاحي اللي انا بحطها دي اهي كده. نحطه على كل حته فرخه حته سمنه فلاحي، ان تنزل عليها حته السمنه لما تخش الفرن. ماشي. وتسيح كده على طول. بس يا ترى انت عملتيها كده هتدخليها الفرن بقى على طول ولا تعملي فيها ايه؟ لا طبعا مش هدخلها الفرن خالص دلوقتي. انا كل اللي انا هعمله ماشي هعملها بالشكل ده باذن الله وتعجبكم وان شاء الله باذن الله. هدخلها بقى في التلاجة علشان خاطر الخلطة دي كلها تخلي الفراخ تشرب منها. فلما الفراخ تشرب ان شاء الله باذن الله من الخلطات الجميلة دي كلها، بعد ساعة كده ولا ساعتين هبقى احطها في الفرن. بصراحة مش هينفع ان انا احطها في الفرن بعد ما اعملها كده على طول. الفراخ مش هيبقى ليها اي طعم، هتكون لسه ما شربتش من الخلطة ومش هتعجبها. فاحنا بالشكل ده باذن الله تبقى عاجباكم. ايه رايكم بقى في شكلها وجمالها؟
جميله جدا، وان شاء الله تنور اعجابكم وتبقى جميله وتبقى عاجبكم. احنا هنا بقى هنبتدي في الرز ونعمله اللي هو الرز المعمر. بصوا هنعمله ايه بقى. هنحطه فلفل اسود وملح على الرز. احنا كنا غسلناه طبعا كويس جدا، ماشي، وصفينا الميه اللي فيه وعملناه بالطريقه الحلوه اللي انتوا شايفينها ديت. شايفين كده حبايب قلبي. باخد حبه بقى. الصينيه ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش حاجه خالص. هي صينيه مجرد ما هي مغسوله بس، ماشي، ورصيت فيها حبه رز صغيرين تحت كده في الارضيه. شايفين برص ازاي؟ بالطريقه الجميله دي. هجيب بقى الكبد والقوانص اللي انا حمرتهم، ماشي، انا ما سلقتهمش، انا حمرتهم بس كده يا جماعه. وهنا ننزل كل البهاريس الجميله اللي فيها دي عشان تدي الرز طعم حلو بالشكل الحلو الكويس ده. وهنرصوها بالطريقه الجميله دي، ان شاء الله تعجبكم باذن الله يا حبايب قلبي، وتنول اعجابكم وانتوا حبايب قلبكم وصحابكم وحبايبكم واخواتكم ان شاء الله باذن الله. احنا هنا كده خلاص، خلصنا الصينيه بالطريقه الجميله دي، ماشي. خلاص خلصت كده؟ لا طبعا ما خلصتش. هحط لكم الطبقه التانية. انا بقول لكم خلصت ان انا حطيت الكبد والقوانص بتاعتها. هنحطه بقى زي ما انتم شايفين طبقه الرز التانية، ماشي. طيب هتحطي ايه تاني بقى؟ هوريكم يا جماعه واصبروا عليا والله، واحده واحده اصبروا، وانا هوريكم الحاجات هتتعمل ازاي بالطريقه الجميله دي، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بس واحده واحده كده، وانا هوريكم بتتعمل ازاي الحاجات اللي انا بعملها. زي ما انتم شايفين كده، ما بحطش ميه منها خالص. بصوا شايفين في حبه ميه في الكروانه اهي، في البوله ديت. خلاص انا هسيبهم، مش عايزاهم في اي حاجه عشان انا مش عايزه احط ميه خالص فيها بالشكل ده. هنا بقى معانا ايه بعد ما خلاص سويناها خالص؟ هيبقى معانا اللبن. طب يا ترى هتحطي اللبن كده على طول؟ انا قبل ما احطه هنا كده على طول كنت حطيته على النار غلي، ودلوقتي هو دافي. طب يا ترى اللبن لبن صافي؟ لا مستحيل يكون لبن صافي. لازم على كل كيلو لبن كوبايه ميه. معايا يا جماعه؟ كل كيلو لبن عليه كوبايه ميه بالشكل الجميل اللي احنا عملناه ده كده. شايفين؟ وبنفضي بشويش قوي، ما بنفضيش مره واحده. طب ليه ما بتفضيش مره واحده؟ عشان الرز ما يتنحكش من مكانه. احنا مش عايزين اللحوم اللي احنا حطينا تحت دي تطلع بره. حتى لو احنا عايزين نحط بقى لحمه، مش نحط كبد وقوانص، لا بنشوح اللحمه الاول وبعد كده نسلقها. فاهمين حبايبي ازاي؟ وبعد كده نروح عاملينها في الرز كده، حاطينها في النص. ما ينفعش تتحط نيه ابدا، هتنزل دمها وهتبقى نيه وهتبقى حالتها حاله. فاحنا مش هينفع اللحمه، يبقى احنا نشوحها الاول بحته سمنه وبعد كده نسلقها بحبه ميه صغيرين لغايه لما تنشف ميتها وتستوى كويس. وبعد كده نحط نص حبه الرز، ونحط طبقه اللحمه بتاعتنا. ودي سمنه فلاحه يا جماعه اللي انا بحطها دي دلوقتي بالمعلقه اللي انتوا شايفينها معايا كده، ماشي. خليكم معايا، ماشي. بعد ما بنحط حبه اللحمه ونروح حاطين طبقه الرز الباقيه، ماشي. ونروحوا ايه عاملين زي ما انتوا شايفين كده، نحط برضو اللبن بتاعنا ونحطه بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده. احنا حطينا هنا معلقتين سمنه فلاحي ومعلقه زيت. طب ليه حاطه معلقه زيت؟ معلقه الزيت دي بتخلي الرز مفرفر يا جماعه، عشان ما يتكبس. وكوبايه الميه برضو عشان يخلي الرز مفرفر. ما ينفعش اللبن صافي، وما ينفعش اللبن الصافي بيخليها عامله كده ببعضها باذن الله، تبقى عامله كده ببعضها، بتبقى كده مكتومه، ما تنفعش. فلازم تبقى ايه زي ما انا قلت لكم، لازم يتحط لها لبن وكوبايه ميه، واللي يتحط لها زي ما انتم شايفين كل حاجاتكم. واحنا هنا كده خلاص خلصنا الصينيتين معانا، خلصنا الصينيتين بتوعنا معانا كده زي ما انتم شايفين يا جماعه، ماشي. هنا بنحضر لكم كده الاكل. احنا خلصت كده صينيه الرز بتاعتنا وخلصت صينيه الفراخ بتاعتنا، ماشي. وهنحطها بالطريقه دي وبنحضر لكم بقى. بصوا الرز مفرفر ازاي، والله ما في حبايه نيه يا جماعه. دقناه واتغدينا بيه وكان زي العسل. بصوا طالع البخار منه زي العسل ازاي. بصوا مليان وجميل ازاي، كبد وقوانص. اتفرجوا كده على الكبد والقوانص الكتيره اللي مليانه فيه وقولوا لي ايه رايكم. بس برضو برجع واقول لكم اوعوا تنسوا تعملوا لي لايك وشير، ماشي، وتفعلوا لي الجرس يا حبايب قلبي. بصوا الجمال اللي احنا عاملينه ده، يا رب ينول اعجابكم ان شاء الله باذن الله.
احنا في كل حاجة بنعملها لكم في سفرة هدى محمد. يا رب تبقى عجباكم بإذن الله. ومفيش حد ما بيعرفش يعمل الأكلة دي، بس احنا بنعملها ونوريها للناس اللي لسه أول مرة تخش المطبخ، ما دخلوش المطبخ قبل كده، فاحنا بنعمل لهم الأكلة الجميلة دي عشان تعجبهم إن شاء الله، ويعرفوا يعملوها بقى ايه لعيلتهم الجميلة الحلوة الجديدة ولأهاليهم. احنا هنا كده ده طبق الفراخ، احنا هنا اهو بالخضار والرز. وان شاء الله نسيبكم في رعاية الله في سفرة هدى محمد، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.